بص يا شباب، الفرق ما بين الامريكان والاي جي ان الامريكان عدد محاولاته كتيره شويه اكتر من الاي جي سيستم، والامريكان المفروض المنهج بتاعه اسهل كتير جدا جدا من الاي جي. عدد مواد الامريكان 3 مواد، عدد مواد الاي جي اكتر من ماده باكتر من 3 مواد على حسب الكليه اللي انت رايحها. عندك في الامريكان عندك 3 مواد بس يدخلك كل الكليات. الاي جي سيستم لازم يكون عايز تخش كليه معينه، لازم بعض المواد لازم تجيب فيها ستارز معينه لو هي من كليات القمه. فده مهم جدا تبقى انت عارفه. لو انت قارنت ما بين المستوى التعليمي هنا والمستوى التعليمي هنا، مستوى تعليم الاي جي سيستم اعلى لكن مستوى التعليم الامريكان سيستم اقل، لكن عدد الترايلز بتاعت الامريكان اكتر من عدد الترايلز بتاعت الاي جي سيستم. الامريكان ممكن تخش من تانية ثانوي تخش تالتة ثانوي تشتغل امريكان وانت اصلا تكون ناشونال سيستم في تانية ثانوي. في الاي جي لا، لازم تستارت من جريد 10 عشان ال3 سنين دول بيكونوا متراكمين ورا بعض. يبقى الامريكان ممكن تحضره من اخر سنه، لكن الاي جي ما ينفعش تحضره من اخر سنه. برضو حاجه مهمه لازم تبقى انت عارفها، ان انت كطالب امريكان وانت كطالب اي جي انتوا الاثنين في نطاق ال5% اللي بتدخل الجامعات الحكوميه المصريه. وده معناه ان ال5% دول بيخش فيهم الاي جي وبيخش فيهم الامريكان وبيخش فيه كل المعادلات او شهادات المعادله للثانويه العامه. ده اختصار بسيط ما بين الامريكان وما بين الاي جي سيستم. لو انت عايز نصيحتي، انت ممكن تخش الكليه اللي ممكن يخشها الاي جي سيستم ولكن بالامريكان بعدد مواد اقل وعدد محاولات اكتر. وده معناه ان حضرتك بعد كده لما تعمل مقارنه ما بين الاي جي وما بين الامريكان، قارن اهم حاجه في الناحيه الماديه. هتلاقي ان الاي جي سيستم حتى في الناحيه الماديه هتلاقيه اعلى من الامريكان، لان تخيل انت بتصرف في الاي جي سيستم على عدد اكتر من 3 مواد وفي الامريكان عدد اقل من 3 مواد. يعني ممكن واحد يشتغل ماث وانجلش يخش اي كليه، وممكن لو واحد عايز يخش كليات علميه، طبعا ماث وانجلش يخش ادبي اي كليات ادبيه، ولو واحد عايز يخش كليات علميه مثلا زي طب او هندسه بياخد 3 مواد اللي هي الماث والانجلش والبيولوجي. اشوفكم على خير باذن الله.